السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عاشوراء. يعود عليكم السنة كلها ان شاء الله بالخير، والسنة الجاية تكون احسن من اللي فاتت بكتير ان شاء الله. النهاردة نعمل بقى عاشوراء، وطبعا زي ما انتم عارفين ده موسم عاشوراء بيتعمل فيه العاشوراء بالبليلة. ويلا بينا ندخل على المقادير. معايا هنا دي بليلة متنقية كويس جدا، شايلة منها كل حاجة ونضيفة جدا جدا. اهم حاجة للناس اللي بتعمل بليلة، هاخدها تحت الحنفية زي ما انتم شايفين. بصوا بتطلع الشوائب بتاعتها برضو لسه ازاي، حاجات بقى اللي هو القشر بتاع البليلة. فطبعا ساعات ما بيطلعش معاكي وانتي بتنقي كويس، فالمية بقى بتبقى احسن حاجة بتطلعوا لك فوق الوش. فهنا بقى انا لازم اغسل البليلة كويس جدا، ويعني تبقى تحت مية جارية من الحنفية. اهم حاجة الناس اللي لسه ما بتعرفش تعمل العاشوراء، هي سهلة جدا ما فيهاش اي حاجة ومكوناتها بسيطة جدا. هي بتتعمل من بليلة ولبن ونشا وفانيليا، يعني هي ما فيهاش اي حاجة تماما. بس اهم حاجة بتغسليها كويس جدا تحت حنفية تحت مية جارية عشان تطلعي النشا اللي فيها كله. وزي ما انتم شايفين الشوائب كلها هي بتطلع معايا فوق الوش، وبصفي فيها كل شويه، واي حاجه بتطلع معايا بنزلها مع الميه. بصوا بدعكها كمان بايدي ازاي عشان النشا يطلع وتبقى نظيفه وتبقى ميتها صافيه في قلب الحله اللي هحطها معاها على النار. عايزاكم بس اهم حاجه في البليله تنقوها كويس جدا عشان ما وانتوا بتاكلوها ما فيش حاجه تقرقش في بقكم وانتوا بتاكلوها، تبقى نظيفه تماما. وتحت الحنفيه زي ما انتم شايفين الشوائب بتفضل تطلع، بتفضلي بقى تغسلي فيها لغايه لما ما تلاقيش حاجه خالص على وش الميه، وتلاقي ميتها معاكي صافيه وجميله ما فيهاش اي حاجه وبتبقى زي الفل. وعايزه اقول لكم ان البليله العاشوراء ديت بتبقى جميله جدا، وطعمها الصراحه يعني بيبقى جميل. الصراحه موسم عاشوراء دوت يعني الواحد بيستناش نعمل فيه كمان العاشوراء، وممكن يتعمل في اي وقت عادي يعني، بس بيبقى ليه بقى يعني طعم كده في الموسم كده بيبقى حلو. فالناس كلها بقى بتعمل العاشوراء ديت كده. خلاص بقى انا صفيت العاشوراء، بصوا صفيتها خالص ونضفتها خالص من اللي فيها تماما. هجيب بقى حله وهنزل فيها البليله زي ما انتم شايفين، حله بقى نضيفه اهي، هتنزلي فيها البليله. خلاص انا غسلتها واطمنت اللي هي بقت كويسه ما فيهاش اي شوائب ولا اي حاجه بتطلع فوق الوش منها. خلاص كده والنشا بتاعها كله نزل. طبعا هحط عليها ميه بقى واغطيها تماما، وهحطها على النار تغلي بقى، تاخد لها غلوتين 3 4 على النار حلوين. وبعد كده هتقفلي بقى الحله بتاعتك كويس جدا. بعد ما تخلص الغلو بتاعها هتقفلي الحله وتسيبيها بقى تبقى تفشر كده وعامله زي الفشار. هنا اهي النار اهي شغاله. هحط بقى الحله زي ما انتم شايفين. طبعا انا كده بصوا الميه قد ايه فيها، لازم الميه تكون بالطريقه ديت عشان دي هتفضل تغلي ولازم يكون فيها ميه شويه. خلاص هنا بعد ما خلصت انا سبتها ساعه من بعد ما غلت وطفيت عليها تماما، سبتها ساعه. لقيتها بقى فشرت كده معايا زي الفشار بالظبط كده، هي استوت وبقت تمام. هنزل عليها كيلو لبن. بصوا انتوا لو تلاحظوا انا مش حاطه ميه خالص في البليله، هو لبن هنزلها عليها لبن صافي عشان بتدي الطعم بقى بتاعها حلو. وهنزل كوبايه سكر كمان معاها، وهسيبها بس ايه يعني تغلي غلوه كده بسيطه مع السكر. وبعد كده هبدا بقى انزل برضو ايه النشا اهي. دي كده كوبايه السكر اهي. طبعا كوبايه السكر دي كفايه جدا على البليله، يعني الطعم بتاعها يعني كفايه قوي مع البليله الصراحه. وكمان
بيحب بقى السكر زياده طبعا في الحلويات، انت هتدوقي طبعا لو محتاجه سكر زياده ما تحطش، بس هي الكوبايه دي المج ده كان كفايه جدا مع البليله اللي انا عاملاها. هقلب بقى كويس جدا، تسخن بس معايا على النار وتبقى تمام. هبدأ بقى هجيب بقى ايه نشا، 4 معالق نشا. الكوبايه اللي انا كنت حاطه فيها السكر عادي بقى تماما هكمل فيها النشا عادي. هنا ده نشا، هجيب 4 معالق صغيرين زي ما انتوا شايفين بس يكونوا مليانين. اربع معالق كده مليانين اهم، ماشي. هنزل بقى عليهم ايه حبة مية طبعا. لو عندك بقى لبن متوفر معاكي تاني غير اللبن اللي حطيتيه على البليله ممكن تزودي بيه، مفيش، هي كوبايه ميه عليه وخلاص يعني. هتقلبي النشا ده كويس جدا، اهم حاجه النشا ده بتدوبيه كويس جدا. طبعا انت لما تحطيه على البليله بقى واللبن طبعا هو سخن لازم تقلبي باستمرار عشان ما يكلكعش معاكي. اهو بصوا انا كده قلبته كويس. هنزل بقى عليه في البليله الحلايه معايا، هنزل بقى بالنشا. على فكرة بقى العاشورة دي اصلا البليلة واللبن والنشا وكل اللي فيها ده مغذي جدا، يعني حاجة كويسة جدا، والصراحة هي اصلا طعمها حلو وكمان يعني هي مغذية، فحلوة جدا كمان للاطفال يعني تشجعهم على الاكل. اهو بصوا انا بقى ايه هقلبها كويس جدا، وانتي بتقلبيها باستمرار هتبدا بقى ايه هتلاحظي اللي هي بتتقل معاكي حاجات بسيطه. هي باينه اهي، بصوا انا يعني وانا بعملها كنت حاسه اللي هي ايه بدات تتقل غير ما كان القوام من اللبن والبليله بس. فهم الاربع معالق نشا دول كويسين وكفايه قوي معاكي كده على كيلو اللبن ده. هبدا بقى كده خلاص كده هي لفت معايا وخلصت معايا خلاص. بدأت بقى حضرت طبعا بقى ايه الاطباق بتاعه الجيلي بقى اللي بعمل فيها الجيلي او الخشاف. هبدأ بقى اصب بقى البليله، بصوا شايفين قوامها تقيل ازاي، عامله زي ما تكون كريمي كده وانتي بتصبيها في قلب الاطباق. طبعا ما عندك مكسرات هتحطي بقى المكسرات فوق الوش، مش متوفر مكسرات عندك زبيب جوز هند حلوين قوي، مفيش خلاص مش اشكال يعني مفيش اي حاجه. لو عندك سوداني ممكن تحطي سوداني مجروش. هنا بقى بعد ما خلصت معايا حطيت عليها بس جوز هند وزبيب. عايزاكم بقى قولولي بس رايكم فيها ايه، ويا ريت تجربوها. ولو عجبتكم ما تنسوش بقى تفعلوا الجرس والسبسكرايب للقناه عشان تنزلكوا كل وصفاتي على صفحاتكم، وان شاء الله في حاجات جديدة ان شاء الله هنزلها لكم باذن الله. واشوفكم في رعاية الله وحفظه، واقول لكم بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.